بقول لك ايه يا مصطفى يا حميد، كنت عندي عاده كده زمان لما كنت بروح مول اي بقى كام مول بقى سيتي ستارز اي حاجه كان في محل بيعمل البيتزا اللي هي بتبقى اسمه ايطاليانو بيعمل البيتزا اللي هي بتبقى محشيه من فوق محشيه من جوه ومقفوله من فوق ومن تحت. المشكله بقى ان المحل ده كان قافل فبعد فتره لقيت محل برضه اسمه ستودا بس هو ايه ابتدى يطور من نفسه وعمل ريبراندنج تاني من اول وجديد وهو بيعمل بقى البيتزا دي. فتعالى النهارده نخش نشوف كده كام حاجه كده عندهم سلايسات ب 50 جنيه وحاجات لذيذه. وبقول لك ايه ادخل شوف. بقول لك ايه انا بفكر ننزل الاكل دلوقتي حالا في دقيقه اقل من دقيقه في ثانيه يلا بقى. بص بقى نبدا. هي دي بقى البيتزا اللي انا كنت بكلمك عليها يا مصطفى لما كنت بقول لك على حوار اللي هو كنت تخش المول تلاقيها. بص بقى هي بتبقى بيتزايه بتبقى محشيه اوفر قوي كده وبتبقى سوبر سوبريم. خد يا زيكا عشان انت جعان. ناخد احنا بقى قطعه. اوف بص هي عامله ازاي اصلا الحشو بتاعها. انا متحمس. تعالى نقطع كده. هي جواها بيبروني وسجق ولحمه مفرومه وجبنه كتير قوي وفلفل وموتزاريلا بقى للصبح. صوص اللي فوق ده تيستي صح؟ الكرسي برضه بتاعتهم حلوه قوي. ناخد شويه كاتشب شويه هوت صوص حته كمان. بص هي البيتزا دي اعتقد انت ممكن ما تقدرش تاكل منها اكتر من ايه سلايسين يعني هي لان هي بتبقى يعني بص عامله ازاي كمية فتس غير عادية. دي اعتقد ب 165 ولو غلطت بحط السعر هنا اهو. طعمها مكيفني بصراحه. حته تيستي صوص مع البيبروني مع الزيتون مع السجق والسبايسي كمان ظبطها قوي بقى. يعني انا جعان اصلا فممكن اخد قطمه كمان واقول لك بقى كام من 10. هي ميزتها ان العجينه اللي فوق رفيعه اللي تحت رفيعه فهي ما بتلكمش قوي. انا كانت بتبقى مشكلتي مع البيتزا دي كلها ان بتبقى العجينه تخينه والعجينه اللي تحت تخينه فبتحس ان انت بتاكل عجين كتير. انما هنا بقى الحشو هو اللي كتير قوي. فانا بالنسبه لي لغايه دلوقتي والله انا ممكن اديها 9 من 10. وتعالى بقى نشوف بقى الحاجات التانيه اللي احنا هنطلبها. يلا بقى. بص بقى ديت التشيكن رانش بقى بس دي بيتزا عاديه مش محشيه بس هي شكلها زي الامريكان بيتزا اللي هي بص برضه الحشو بيبقى كتير اوفر واحنا ضربناها ستافد كراست تمام وعليها تشيكن ومشروم. تعال نشوف ايه الدنيا. نشوف كده. انا شايف ان انا ممكن اكل بايدي بقى. هو يعني انا حاسه بيتميز بحته اللي هو الحشو الاوفر. عارف اللي هو الشيكاغو بيتزا اللي هي اللي بتبقى مليانه جبنه ومليانه صوصات ومليانه حشو وكل حاجه. فالدنيا مقفوره شويه وانا بصراحه متعود اكل بيتزا بايدي ما باكلهاش شوكه وسكينه بس هي عشان حشوها اوفر شويه فمش عارف اكل. بص انا بالنسبه لي دي لو انت كيف البيتزا اللي هي بتبقى حشو كتير جبنه كتير وحشو اوفر ومشروم وفراخ وعلى الافور. العجينه برضه على فكره مش كتير قوي يعني. بص في الاخر العجينه قد ايه؟ عجينة رفيعة. يعني العجينه رفيعه مش انا كنت بس الحشو اللي كتير قوي. انا بالنسبه لي يعني انا برضه مش عارف اكل منها اكتر من سلايسين في الاخر. هو صوص الرانش كمان عايز يبقى بس طعمه يعني باين اكتر كده شويه لان طعمه قلب على مايونيز شويه. بس اوفر هي بيتزا لذيذه يعني هي توبنجز كتير والله يعني. ولو هتاخدها ستافد كراست هتتبسط لان انت هتخلصها كلها فممكن نديها برضه هي كمان 9 من 10. وتعالى نخش على اللي بعده. عجبتك انت الحركه. بص بقى هو احنا كنا طالبين ساندوتش برجر بس هو طلع هو ده الساندوتش برجر بتاعهم يعني ده المفروض. هو ايه ده؟ لا ده مكان على فكره المكان ده لمصطفى مش لينا. لان احنا بقى محتاجين بقى جلافز بقى ونقلع ونلبس عشان احنا كده في خطوره بتحصل. هو جبنه ببلاش هنا ولا ايه؟ هو الساندوتش ده ب 75 جنيه اصلا ومعاه فرايز. يا بلاش ده. بس يا حاجة اللي ده ب 75 جواه بيبروني اصلا وجبنه وتيستي صوص. الفكرة دي مسروقة بس جبن يا ابني لسه ما دخلتش في البرجر. اللي عاجبني حوار ان العجينه صغير يعني رفيعه قوي فانت ما عندكش مشكله خالص مع العجين. هو انت مش تاكل عجينه تاكل جبنه. امال اكل عجينه واحط جبنه. تاكل يعني انت المكان ده لاي حد بيحب الجبن قوي هي دي صح؟ اوفر. طعمه حلو بس الحاجات بتتوه بعضها جوه. بس انا مش من مدرسه ان البرجر يتاكل كده اساسا. وانا بحب البرجر اهدى من كده شويه. لا والله طعمه حلو بس انا مش من البهوقه ديت يعني. مثلا انا كذوق انا اديله 7 من 10. ممكن انت كمصطفى تديله مثلا بالظبط انت جبن بقى وبيبروني وبيجد وكل حاجه. فانا بالنسبه لي اللي يعني انا لو هاكل يا بيتزا دي يا بيتزا دي يا البرجر ممكن عشان سعره حلو ممكن تبقى ميل حلوه لشخص واحد فاهم. مش بقى اللي بعده. انا تعبت من كتر الجبنه والله العظيم مش قادر بجد. اللي هو جبنه 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 يعني خلاص. طب ايه يعني ايه ده برضو ايه ده فيها جمبري.
دي سي فود. سي فود وفيها كرابز اهي. ديت باستا بينا مع مع الوايت صوص مع الكراب ستيكس ديت، وجبنه كتير 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 كتير. الصوص تقيل شويه مع الجبنه، فانت حاسس ان الموضوع كريمي قوي وباتري كده، تحس ان فاهم الموضوع تقيل. وكمان عشان احنا لسه دايسين في بيتزات قبلها، فانت حاسس بالموضوع داخل معاك في حته اللي هو كفايه جبنه. كفايه انت بتتابع على نفسك كفايه أصلاً. كفايه جبنه كفايه جبنه. بس هو الجمبري بصراحه مع ان انا بقى بضعف انا تعبت. بضعف قدام الجمبري. يا ساتر. ايه ده حصل لي ايه؟ قدام الجبنه. مع ان محدش هياكل النعناعه دي غير نعناع. بص هي حجمها حلو، سعرها حلو، كميتها حلوه، بس ده انت ما ينفعش تاكل معاها حاجه ثانيه. هتيجي تاكلها لوحدها. يعني بص كريم ما اكلش من اي حاجه ما فاتت، دايس بقى في دي خلاص. فانت دوس في ديت، ودي ديت 8 من 10 وخش على اللي بعده. بص بقى ديت ايه؟ عايز اعمل حاجه ايه؟ لا يا دي النيله لازم يعمل الحركه دي. خلاص بقى. مش عايز ابوظ. دي باستا بالوايت صوص وعليها موتزاريلا وعليها ستريبس من فوق، وهي ميزه ان هو ما حطش الستريبس مع الباستا عشان ما ايه البريدنج بتاعه ما يضعفش. انا بالنسبه لي يعني لو اختار ما بين الجمبري وما بين التشيكن، الجمبري كده لان انا من هواة الجمبري كده كده. زيكا بقى يختار التشيكن، انت تختار التشيكن وانا متاكد من ده، فاهم؟ هي دي ميزتها ان الصوص بتاعها اخف سنه من بتاع الجمبري، ما اعرفش ليه، بس طعمها حلو برضه. بس اهدى شويه والجبنه اخف شويه وظبط الكلام شويه. هي دي ب 85 جنيه بسعرها حلو برضه. دي برضه 8 من 10 85 جنيه كل ده. لا اله الا الله سبحان الله. يا بلاش. يلا بينا. بص بقى. ديت يا باشا بيتزا لوتس، تمام؟ بيبقى عليها الظاهر طبقه كراميل وهي عجينه البيتزا العاديه وعليها لوتس من فوق، فده شكله حاجه مميته هتموتنا. وده عندك اسمه جاكوزي نوتيلا. ديت بص بتبقى عايمه في الجاكوزي كده، وعليها كراميل ووايت شوكليت و ده العجينه بتاعتهم. خلاص بقى كده تعالى ندوق ديت ونشوف ايه الكلام. دوق يا حميده. يموت ايه؟ هيموت. مين اللي انت بتعمله ده؟ يا جدعان خد يا كريم انا هقابلك من الناحيه الثانيه. ماشي. تصدق طعمها خفيف؟ يا حميده. دي ب 60 جنيه بس هي غرقانه يعني. طب تعال نشوف بقى اللوتس دي. دي بيتزا لوتس، خدها كده بتبقى عجينه البيتزا العاديه خالص ديت مع لوتس فوق وكراميل. دي مميزه دي 80 جنيه. متعبين نفسيا برضو دول. هو ليه كل حاجه هنا اوفر؟ لا افوره. بص بيعمل ايه ده، مدمن ده ولا ايه؟ صوت الزيكا. لو انتوا شله كبيره انا شايف انك تاخد البيتزا، بس لو انتوا ثلاثه بس معكمش واحد زي دوت، فاهم؟ لان ده بياكل كل حاجه بيخلصها. طعمها عامل زي ايه؟ عامل زي التشولوس كده، اللي هي زي اللي هو حلوه كده، بتبقى خفيفه شويه، العجينه بتاعتها خفيفه شويه. حلوه تاني. هنا العجينه فيها كتير شويه. فانا بالنسبه لي جاكوزي ديت جامده قوي. يجي بعدها البتاع الثانيه لو انتوا عدد كبير. فاوفر اول السودا جامد، بس اللي عايز اللي يجي عايز ياكل حاجات اوفر، عايز يقعد يلغوص كتير وياخد جبن كتير وشوكولاته كتير وحاجات اوفر كتير، تديله يا عم 9 من 10. وبقول لك ايه، اقفل بقى يا مصطفى.